عادة ما يكون استجابة الشخص النرجسي للفراق تختلف حسب العوامل الفردية والظروف المحيطة. إليك بعض السلوكيات التي قد تلاحظها بعد الفراق مع شخص نرجسي. أولا، ردود فعل عاطفية مختلفة. قد يظهر الشخص النرجسي ردود فعل عاطفية مختلفة بعد الفراق، مثل الغضب أو الاستياء أو حتى اللامبالاة والانفصال العاطفي. ثانيا، محاولات استعادة الانتباه. قد يلجأ الشخص النرجسي إلى محاولات لاستعادة الانتباه بعد الفراق، مثل التواصل المتكرر أو محاولات جذب الانتباه من خلال السلوكيات المختلفة. ثالثا، تقديم الاعتذار أو التحسن المؤقت. قد يظهر الشخص النرجسي تحسنا مؤقتا في سلوكه أو محاولات لتقديم الاعتذار، ولكن قد تكون هذه المحاولات مؤقتة وليست دائمة. رابعا، الانسحاب أو التجاهل. قد يختار الشخص النرجسي الانسحاب أو التجاهل بعد الفراق، سواء كان ذلك لأنهم يشعرون بالإهانة أو لأنهم يريدون التحكم في الوضع. خامسا، التصرف بشكل عدواني أو غير متوقع. قد يظهر الشخص النرجسي تصرفات عدوانية أو غير متوقعة بعد الفراق، مثل محاولات الانتقام أو إيذاء الشخص الآخر. من الضروري النظر في السياق الفردي والعلاقة السابقة مع الشخص النرجسي لفهم تصرفاتهم بشكل أفضل بعد الفراق. في العديد من الحالات قد تكون أفضل استراتيجية هي الابتعاد والحفاظ على الحدود الصحية بينك وبين النرجسي.